السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية حلم ورق العنب في المنام بيدل على البشارة بنيل الخير والمنفعة والاستعداد. كمان بيحمل الكثير من الأرزاق. بنقول كمان إن ورق العنب الأخضر أفضل بكتير من رؤية الورق اليابس أو الجاف. كمان بنقول من رأى ورق العنب الأخضر واستحسن طعمه دل ذلك على جني ثمار التعب والعمل وحصد الكثير من الفوائد. كما إن أكل ورق العنب المطبوخ أفضل من تناوله ني، ومن طبخ ورق العنب فقد نال اليسر والفرج بعد العسر والشدة. ورق العنب في منام الفتاة العزباء بيرمز رؤية العنب للعزباء إلى اقتراب زواجها وتيسير أمرها ونيل مرادها. فإن رأت ورق العنب دل ذلك على استعدادها للرزق، سواء كان في الزواج أو العمل أو الدراسة. وإن أكلت منه فتلقى سعادة وآمال تبعث في قلبها بعد فترة من اليأس والخوف. طيب، إذا شهدت إنها تلف ورق العنب دل ذلك على الصبر على الشدائد والفطنة في إدارة الأزمات والتحديات التي كانت تواجهها وحسن التدبير والعمل. وإن طبخت ورق العنب دل ذلك على خير تصيبه وعوض كبير، وكمان ذهاب الهم والأحزان التي كانت تنغص عليها عيشتها. بنقول كمان رؤية ورق العنب الأخضر أحسن من غيره، فهو دل على اليسر والسرور والرزق الوفير. لف ورق العنب الأخضر دليل على المرونة والفطنة في تيسير الأمور. رؤية ورق العنب في منام المرأة المتزوجة بيعبر رؤية ورق العنب عن الاستقرار في الحياة الزوجية والسعادة مع زوجها، ولكن رؤية ورق العنب في غير وقته بيقول على الصعاب والتحديات التي تهدد حياتها واستقرارها مع زوجها. أما إذا أكلت منه فتلك بيكون منفعة أو مال مجموع. رؤية ورق العنب بيقول على الخير والسداد والفطنة في إدارة شؤون حياتها وتوفير متطلباتها. لف ورق العنب دليل على الراحة والفرج بعد التعب والشدة والانتماء لأسرتها دون غيرها. أما وكمان إداء ما عليها من واجبات دون تقصير. طب إذا شاهدت ورق العنب الأخضر على ذلك بيدل على البركة في المال والرزق اليسير والخير الكثير. أما إذا كانت الرؤية تنتظر الحمل وهي طبعا يعني كانت تتمناه وشهادة انها تلف ورق العنب، فذلك بيكون دليل على التعجيل في مرادها ونيل مطلبها. شراء ورق العنب في منام المتزوجة. شراء ورق العنب بيدل على بسط الرزق واتساع العيش والزيادة في المتاع. شراء الورق الأخضر بيدل على اليسر والتوفيق والسداد. شراء ورق العنب وطبخه والأكل منه دليل على جني ثمار التعب والصبر والسعي في الخير والبعد عن المنغصات. أما ورق العنب في منام الحامل بنقول هنا ورق العنب للحامل دل على المنفعة والمال والعافية، فإن أكلت منه فتلك دلالة على تمام الصحة وسلامة طفلها. وورق العنب الأخضر خير لها من الأسود، وورق العنب الأسود مكروه وبيقول على المتاعب الحمل أو التعب قبل الولادة. أما إذا رأت ورق العنب الأخضر دل ذلك على الخير يأتي بقدوم طفلها، وإن في وجهه الرزق والنفع في الدنيا. وإن شهدت إنها تلف ورق العنب دل ذلك على الصبر والفطنة والعمل الصالح. كمان بنقول إن أكل ورق العنب في منام الحامل بيكون أخضر دل على الشفاء من المرض والخلاص من المتاعب والهموم، وكمان تحسين أوضاعها على نحو ملحوظ. وإن طبخت ورق العنب فذلك بيكون راحة بعد تعب وفرج قريب بعد شدة وانقضاء لكافة همومها وأحزانها. وإن طبخت ورق العنب وأكلت منه فذلك بيكون رزق قليل بس يسير. ومحشي ورق العنب بيكون دلالة على الخيرات والنعم. طيب، ورق العنب في منام المطلقة بنقول هنا بتشير رؤية ورق العنب إلى الأوضاع المستقرة والثبات في حياتها المعيشية. فإن رأت ورق العنب فذلك خير تصيبه ورزق تجنيه دون توقع. وإن شهدت إنها تطبخ ورق العنب دل ذلك على الارتياح والفرج بعد التعب والشدة وتيسير أمورها بشكل كبير. طيب، إن شهدت إنها تلف ورق العنب وتطبخ محشي الورق فبيكون دلالة على الحفاظ على العهود والمواثيق واستعادة حقوقها والبعد عن مواضع النزاع والولاء لأسرتها وبيتها وصلاح أحوالها.
بيقول لف ورق العنب على الحمل أيضا وإن كانت أهلا له. طيب لكن أكل ورق العنب دون طبخه بيقول على التعب والهم الزائد، وخاصة إن كان ني. أما شراء ورق العنب بيكون دليل على السعي في أمر يجعل لها الخير والنفع. أما رؤية ورق العنب في منام الرجل هو بيعبر عن الرزق الوفير والاستعداد له والمداومة على باب الرزق. فإن ورق العنب الأخضر بيكون دليل على البركة والمال الحلال، وهو أحسن من ورق العنب الجاف أو اليابس. ورق العنب بيقول على حصد نتائج الصبر والعمل وجني ثمار التعب والسعي. من أكل ورق العنب مطبوخ دل ذلك على الخيرات التي يحظى بها، والمطبوخ أحسن من الني. أكل ورق العنب الأخضر بيدل على رزق قليل فيه هم. أما أكل محشي ورق العنب دل على البركة والخير الكثير. وإن شاهد إنه يخزن ورق العنب فهو بيدخر المال وبيكنزه. لف ورق العنب دل على الراحة بعد التعب، وإن كان متزوج فتلك حمل زوجته أو الولادة. وأكل محشي ورق العنب بيقول على رزق بسيط. أما رؤية شراء ورق العنب في منام الرجل بيدل رؤية شراء ورق العنب على المال والحلال والتجارة المربحة. كمان هي رمز في الشروع في عمل جيد أو عمل جديد أو حصد ترقية. طيب الرأى أنه يشتري ورق العنب ويدخل به البيت دل ذلك على اتساع الرزق ورغد العيش والزيادة في المتاع، كما بيرمز إلى استقرار الأوضاع المعيشية والخروج من المحن. رؤية أكل ورق العنب المطبوخ أحسن من رؤية أكله وهو ني. أكل ورق العنب مطبوخ بيكون دليل على الرزق. كمان بنقول إن بتدل على ثمار الصبر والعمل ونتائج السعي في الدنيا، وإن أكل الورق العنب مع زوجته بيكون تلك منفعة تنال منه ومساعدة يجنيها عن جهتها. أما أكل محشي ورق العنب بيدل على البركة والاستقرار والرزق. شراء ورق العنب بيدل على الاستعداد لحصد الخيرات والثمار. وكمان بنقول المتابعة على باب الرزق وبيحسن من أوضاعه المعيشية. فإن رأى أنه يشتري ورق العنب ويدخل بيته ويطبخه ويأكل منه فتلك بتكون دلالة على طيب المعاش وزوال الهموم والأنكاد. وإن اشترى ورق العنب بيكون للأعزب هو دل على الشروع في عمل جديد أو الإقدام على الزواج من امرأة صالحة. ده كان تفسيرنا النهاردة. أتمنى يكون التفسير عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.